السلام عليكم. هنعمل سلسلة فيديوهات ممتدة وهنتكلم فيها عن كل حاجة بتخص اللاندسكيب من البداية. معاكم مهندسة أميرة طه، والنهاردة هنعرف يعني ايه لاندسكيب. لو جينا سألنا أي حد يعني ايه لاندسكيب، كل واحد هيقوله من وجهة نظره. ولو عملنا بحث في أي مكان سواء مرجع علمي أو جوجل هنلاقي ليه تعريفات كتير جدا. في اللي هيقول إن هو فن ترتيب العناصر الطبيعية، عملية تخطيط وتنسيق مكان ما، لوحة مرسومة وهكذا. بس باختصار اللاندسكيب عبارة عن تصميم وتوظيف أي عنصر جمالي خارج المبنى حسب احتياج العميل. بيتكون من حاجتين: أول حاجة هي 50% فن و50% أسس تصميمية. 50% فن ده جزء مرن جدا، سهل إن أنا أغير فيه وأطوعه حسب احتياج العميل، وده بيبقى خاص بالديزاينر نفسه. 50% أسس تصميمية، وده الجزء الخاص باحتياجات الأونر أو المالك نفسه. غالبا بيعتمد على أسس هندسية وصعب إن أنا أغير فيها، بس ممكن أطوعها عشان ألبي احتياجات العميل. أقسام اللاندسكيب الأساسية: أول حاجة السوفت سكيب، وده خاص بكل النباتات والمزروعات في الجاردن. تاني جزء هو الهارد سكيب، وهو خاص بأي جزء إنشائي في الجاردن. السوفت سكيب زي ما قلنا خاص بالزراعات زي النخيل، أشجار، شجيرات، مغطيات تربة، مسطحات خضراء، مزهرات، صبارات وهكذا. الهارد سكيب خاص بأي جزء إنشائي زي البرجولات، البول، المشايات، الوكسرو، الجراج، حتى عناصر المياه. وبكده باختصار هنكون عرفنا يعني ايه